السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طريقة عمل الجمبري في الاير فراير. طريقة سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله تعجبكم. من غير اي زيوت، بمعلقة زيت واحدة بس. تعملي الجمبري كله مقلي باترفلاي في الاير فراير، وده هيبقى شكله النهائي. اتمنى الطريقة دي تعجبكم ان شاء الله وتجربوها. وياريت لو في اي حاجة عايزيني اعملها، اي طريقة اكل عايزيني اعملها، اي طريقة في الاير فراير، يا ريت تكلموني. طب اكتبوا لي في الكومنتس. اول حاجة هجيب كيلو من الجمبري، متنضف طبعا ومفتوح من النص. طبعا انا نقعته في مية وخل وملح وليمون لمدة مثلا ساعتين، وبعد كده بشطفه بالخل. وبعد ما بشطفه بالخل بشطفه تاني، وبيبقى كده هو نضيف وما فيهوش اي زفارة. هجيب برضو مستردة وهيفي كريم وتوم وكزبرة وملح وفلفل وكمون. هبدأ بقى واحدة واحدة. أجيب الجمبرياية، أفتحها بالنص زي ما انتوا شايفين، وافردها خالص. لازم أبقى فتحيها كويس جدا وعاملة فيها شرط. أتأكد ان هي مفتوحة تماما، لأن أنا عايزاها بالشكل ده، وعايزاها لما تتقلي تاخد الشكل ده. عشان بعد كده هحط فيها الصوص اللي أنا هنعمله مع بعض دلوقتي. اهم حاجة لما تنضفي الجمبري لازم تشيلي الامعاء اللي فيه، بيبقى خط اسود كده في الظهر. لازم تفتحيه وتنضفيه وتشيليه تماما. وبعد كده تفتحي الجمبرياية. انا مش هعمل الكمية كلها في الاير فراير، هعمل شوية في الفرن عشان اقارن بين الطريقة بتاعت الجمبري في الاير فراير او في الفرن. والطريقة التالتة ان انا هعمله في الاير فراير برضو، بس بدل ما هعمله على قلي هعمله على بيك، يعني كأنه معمول في الفرن بالظبط. وهشوف الثلاث طرق دول انهي احلى واحدة فيهم، وانهي طريقة فيهم تنفع مع الجمبري في الاير فراير. اهم حاجة لما تحطي الجمبري في الاير فراير تحطيه بس على 5-6 دقايق، لان الجمبري بيستوي بسرعة جدا. فحاولي ما تحطيهوش مدة طويلة في الاير فراير. بعد ما فتحت كل الجمبري هجيب بقى معلقتين كبار من الثوم، وهجيب برتقانة مبشورة و... و... وليمونة مبشورة، وملح وفلفل وكمون وشطة. طبعا الشطة اختياري، لو مش بتحبوا الاكل سبايسي يبقى بلاش طبعا. وهجيب معلقتين خل، وهجيب عصير ليمون جاهز. لو عندك ليمون عادية ممكن تعصري ليمونتين. انا هحط 3 معالق من الليمون. اهم حاجة ما تكتريش في البهارات، ملح وفلفل وكمون بس للسي فود. وبعد كده هحط معلقة مستردة. يعني ما ينفعش اعمل جمبري باترفلاي من غير مستردة خالص. هي دي طريقته. خطوة المستردة دي مهمة جدا. بعد كده هقلب المكونات كلها مع بعض، وهحط عليها رشة من البقدونس، اسفة، انا رشة من الشبت. بتلخبط جدا فيهم لحد دلوقتي، مش عارفة اعمل ايه. بعد كده هحط معلقة من الزيت. ممكن تحطي زيت زيتون عادي، بس انا هحط زيت عشان ما يبقاش فيه تغيير في الطعم او حاجة.
بعد ما خلصت الخليط بتاعي هجيب صينية احط فيها معلقة من الزيت. انا قلتلكوا هعملهم بثلاث طرق، طريقة في الصينية في الفرن وطريقة في الاير فراير. فانا هحط الجمبري في الصينية واحط عليه الخليط، ادهن بيه الخليط اللي انا لسه عاملاه دلوقتي. طبعا انا مشغله الفرن على درجه حراره 350 قبل ما ابدا، علشان خاطر الفرن يسخن على ما انا اجهز الجمبري واحط جواه الخليط. ما تحطيش الجمبري في الفرن الا وهو سخن على درجه حراره 350. انا هاخد اول 6 جمبريات احطهم في الاير فراير الاول، وبعد كده هسيب 6 على جنب عشان هحطهم في الاير فراير برضو على طريقة البيك اللي هي الخبز، يعني زيها زي الفرن بالظبط. عايزة اشوف الاير فراير ممكن يعني لو حطيت حاجة فيها كأني بحطها في الفرن هتطلع نفس النتيجة ولا نتيجة مختلفة. وباقي الكمية بتاعتي هحطها في الفرن. تمام، بعد ما دهنت الكمية كلها بالجمبري بالخليط، هجيب برضو معلقة زيت وهدهنها في الاير فراير علشان الجمبري ما يلزقش. طبعا للأسف الاير فراير بتاعتي حجمها 6 لتر، فمش بتاخد كمية كبيرة، بالظبط اخدت 6 جمبريات برضو عشان مفتوحين. لو الجمبري بتاعك هيبقى مقفول مش ممكن تحطي كمية اكبر. لو لسه هتشتري اير فراير الافضل ان انتي تشتري الاير فراير اللي هي 12 لتر عشان تقدري تحطي فيها كمية اكبر من الاكل اللي انتي بتطبخيه لو انتوا عيلة كبيرة يعني. بعد كده هعمله على القلي فرايد لمدة 15 minutes. طبعا الجمبري مش هياخد 15 minutes، فانا هنزلها او هفتح الاير فراير بعد مثلا 5-6 دقايق، مش هسيبها كتير. بس انا حطيتها على 15 دقيقة علشان اشوف هي بتحتاج تاخد قد ايه، وبعدين هقولكوا المدة الاصلية بتاعت الجمبري لما انا اعرف يعني. بعد كده هجهز بقى الجمبري اللي هحطه في الفرن. هعمل نفس الطريقة، هحط معلقة زيت ادهن بيها الصينية وبعدين ارصص فيها الجمبري، وبعدين احط عليه ادهنه بالصوص اللي احنا عملناه مع بعض دلوقتي. بعد ما حطيت الجمبري هدهنه كله بالخليط اللي احنا عملناه.
بعد كده انا كده سبت الجمبري لمدة بالظبط 9 دقايق، وكده هو اتحمر واتقلى. هشيله بقى خلاص من الاير فراير. وبعد كده هحط الكمية التانية اللي انا هعملها على البيك. على ما الصوص بقى احضر الصوص بتاعي، هجيب معلقة زبدة كبيرة واحط عليها معلقة زيت ومعلقة توم كبيرة، واحمرهم مع بعض كويس. لازم تحمري التوم كويس علشان ما يبقاش طعمه ني يعني. بعد ما حمرت التوم هحط عليه بقى معلقتين من الدقيق. طبعا لما تحطي الدقيق لازم تبقى ايدك في الطاسة، لازم تفضلي تقلبي علشان الدقيق ما يكلكعش منك، فافضلي قلبي اول ما تحطي الدقيق. وبعد اول ما الدقيق بتاعي يتحمر هنزل على طول عليه بالهيفي كريم، اللي هو الكريمة لباني. ممكن تحطي قشطة لو ما عندكيش كريمة لباني، ممكن تحطي هاف اند هاف المتاح عندك، اللي هي كريمة الطبخ. لازم تفضلي تقلبي علشان الكريمة بتاعتك تتقل وما تكلكعش منك. بعد كده هحط عصير برتقان، كوباية من عصير البرتقان. لازم تفضلي تقلبي. وبعد كده هحط ليمونة مبشورة، قشر ليمونة وقشر برتقانة، وهقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده هجيب ليمونة اعصرها واحط عصير ليمونة واحدة. بعد كده بهاراتي ملح وفلفل وكمون. ممكن تحطي شطة، بس انا حطيت شطة على الجمبري فمش هحط شطة على الصوص. اهم حاجة في السي فود، اي حاجة اكل بحري، ملح فلفل كمون فقط. بعد كده هجيب حزمة من الشبت، باقي حزمة الشبت بتاعتي احطها على الخليط واقلبها. اهم حاجة الشبت ما يتحطش على النار كتير، انا بس بقلبهم مع بعض، ومش عايزة لونه يدبل او يبقى لونه بني كده، انا عايزة لونه يفضل اخضر وحلو. فاول ما هحط الشبت على النار واقلبه هطفي النار على طول عشان يفضل لونه اخضر وحلو، يعني انا مش محتاجة اني اسويه اصلا. بعد ما عملت الصوص هجيب بقى معلقة من المستردة واحطها على الصوص واقلبهم مع بعض، وكده الخليط بتاعي جاهز، الصوص بتاعي جاهز. طبعا طلعت الجمبري من الفرن اللي كان على درجة حرارة 350 لمدة نص ساعة. وده الجمبري المقلي. كده فاضل لي جمبري واحد بس، اللي هو حطيته في الاير فراير على طريقة الفرن اللي هي البيك. دي اخر 6 جمبريات معايا، هحطهم في الاير فراير برضو واشوف هيطلعوا شكلهم عامل ازاي واني احلى طريقة في ال3 طرق. كده الجمبري بتاعي اللي في الاير فراير استوى، حطيته برضو على 9 دقايق بس وطلعته من الاير فراير. طعمه بصراحة كان طعمه زيه زي اللي معمول في الفرن بالظبط. يعني لو هتعمليه في الاير فراير على بيك لمدة 9 دقايق او تعمليه في الفرن على مدة نص ساعة، هي نفس الطريقة، ولكن طبعا بيختلف ان انتي بتسوي الاكل اسرع بكتير. بس كده دي كانت طريقة الجمبري في الاير فراير. هبدأ بقى بعد ما طلعت الجمبري حطيت بقى 6 من كل نوع في طبق،
ده النوع اللي هو معمول في الاير فراير، واللي طبعا على جنب الشمال فوق ده المقلي، والتالت اللي هو معمول في الفرن. طبعا انا ما حبيتش الجمبري في المقلي قوي، يمكن انا اصلا ما بحبش الجمبري المقلي، بس لو حد بيحب الجمبري المقلي او الكريسبي او كده ممكن هتبقى بالنسبه له حلوه قوي. لكن انا لو هعملها تاني هعملها في البيك، يعني في الاير فراير، بس على طريقه البيك، كاني بسويها في الفرن، وهتاخد مني 9 دقايق بس. لو الكميه كبيره لا اعمليها في الفرن، لو الاير فراير بتاعتك كبيره خلاص اعمليها في الاير فراير. وفي الاخر هتطلعيها في 9 دقايق وتحطي عليها الصوص، وخلاص كده الجمبري بتاعنا هيبقى جاهز. هدهن بقى كل الجمبري بالصوص. دي الطريقة بتاعت اللي اتعملت في الفرن، هو ده الجمبري اللي كان في الفرن واللي جنبه المقلي. بعد ما هحط كل الجمبري هحط عليه الصوص، هجيب بقى شوية برضو شبت وازوق بيه الجمبري من فوق، بيدي طبعا شكل حلو جدا، وطبعا طعم الشبت بيبقى حلو قوي مع السي فود بيبقى رهيب يعني. دي كانت طريقة عمل الجمبري، يا رب تكون عجبتكم، تصبحوا على خير.